مستواك حاليا ليس في مستوى المنتخب الجزائري. Cherki rentre dans cette Ryan rentre dans cette catégorie de joueurs اللي درنا الخدمه صافي الزمان. معناتها حب يقول لهم انا مانيش جارديني يا ناس، احشموا على روحكم، انا قالوا لي راك مدرب. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل حب والاحترام للجميع. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على تصريحات جمال بلماضي وردا على ياسين بنزية. علاش جمال بلماضي راح يرد عليه؟ كما راكم تشاهدوا معنا هذه من ستوري تاع ياسين بنزية اللي نشر فيها القائمه تاع اللاعبين تاع المنتخب الوطني اللي دارها جمال بلماضي. وقال ياسين بنزية كيفاش جمال بلماضي يستدعي ادم زرقان وزروقي ويستدعي هشام بوداوي وحتى عوار وما يستدعيش ياسين بنزية. السؤال المطروح هنا، ياسين بنزية وين راهو يلعب؟ هل يلعب في المستوى العالي؟ هل يلعب في الدوري الإيطالي أو في الدوري الإنجليزي؟ اللاعب يلعب في دوري أذربيجان، يعني دوري ضعيف 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 جدا. اللاعب هذا كان يلعب في المنتخب الجزائري من قبل، من بعد صارت له حادثة دار أكسيدون على كل حال، واللاعب برا من الإصابة تاعو ورجع يلعب كرة القدم، ولكن مستواه هبط بنسبة كبيرة جدا. لا أعتقد أنه جمال بلماضي ظالم هذا اللاعب لأنه ما استدعاش، وكنا نعرف أنه اللاعب حاليا مستوى لا يرقى إلى مستوى المنتخب الجزائري. ونشوف أنا التصرف اللي داروا ياسين بنزية ما كانش عليه يديره. نعرفه أنه هو لاعب خلوق، لاعب جيد، لاعب موش مال في يدير هذه الأمور. غريبة منه هذا التصرف كيفاش دارها وكيفاش خرج تكلم على قائمة جمال بلماضي، وأنه استنقص من قيمة اللاعبين الآخرين اللي هو هشام بوداوي وآدم زرقان ورامز الزروقي وحتى عوار، رغم أنه اللاعبين اللي تكلم عليهم حاليا مستواهم أفضل منه بكثير ويلعبوا في أندية كبيرة. صحيح أنه ياسين بنزية في وقت سابق كي كان يلعب في نادي ليون ولعب في نادي ليل كان مستواه جيد ومستواه رائع، ولكن حاليا مستواه صار متدني جدا. واسمعوا معنا الرد تاع جمال بلماضي. الله يسهل عليه، الله يسهل عليه، الله يسهل عليه. سي بون. جمال بلماضي ما خسر عليه والو، قال لهم الله يسهل عليه، الله يسهل عليه، تاع ما عنديش الوقت باش نضيعه معاه وباش نحكي معاه. انا هذا اللاعب اصلا لو كان جا لاعب مستوى جيد انه مستواك يتكلم عليك ويخلي ايضا حتى الجماهير الجزائريه تولي تطالب بحضورك انك تكون في المنتخب الجزائري، ولكن حاليا مستواك ما يسمح لكش انك باش تكون متواجد في المنتخب الجزائري. وكما قالوا ناس زمان، عاش من عرف قدره. يا مخلوق اعرف قدرك، مستواك حاليا ليس في مستوى المنتخب الجزائري. الإجابة c'est exactement la même réponse que tous les joueurs que je viens de citer auparavant. كهادو اللاعبين اللي جاوا اللي قلنا لكم باللي le travail est fait, et je vous ai dit plusieurs fois باللي quand on fait quelque chose on n'est pas obligé d'aller نخرجوا في الشارع ونقولوا باللي ها راني نخدم راني في je suis dans à tel endroit j'ai parlé avec lui. Ça vous le trouverez pas chez moi. quand je كما سمعتوا انا جمال بلماضي راه يتكلم على ريان شرقي وقال للصحافه يعني انا درك راني نخدم، راني ندير في خدمتي، راني نتواصل مع اللاعبين، بصح ما نبقاش كل مره نبقى نصرح لكم في الصحافه ونقول لكم راني تواصلت مع اللاعب الفلاني، راني كلمت اللاعب الفلاني، لانه عنده الحق. لازم الامور تكون شويه سريه وتكون امور داخليه في المنتخب الجزائري. الصحافه ما تبقاش دائما تدخل فيهم وتطرح اسئله اللي ما لازمش اصلا تطرح. جمال بلماضي كما شفنا عندما جاب اللاعبين الحاليين اللي موجودين في المنتخب الجزائري جيدين ورائعين جدا، ويعتبروا اللاعبين اللي خطفناهم من فرنسا مثل بدر الدين بوعناني، فارس شيبي، عوار، عندك امين قويري، هاد اللاعبين اللي هما جيدين ورائعين جدا. quand je ne prends pas contact ou avec un joueur que j'estime être qui peut être avoir une importance en sélection et qui peut être un apport ou une plus-value pour la sélection, je le dis sans problème. Si vous arrivez à me citer des joueurs que vous estimez être sélectionnables et avec lesquels j'ai pas fait le nécessaire, je vous dirai sans problème. Et c'est pour ça que je vous ai dit souvent, allez voir ces joueurs et dites-leur est-ce que le travail est fait. Donc Cherki Ryan rentre dans cette catégorie de joueurs اللي درنا الخدمه صافي الزمان. même كان صغير بصح كنا عارفين باللي il avait le talent pour. Aujourd'hui il le prouve encore, ولكن dans la même catégorie que Yacine Adli.
كما سمعت معنا جمال بالماضي يتكلم على ريان شرقي، قال لك وضعيته نفس وضعيه ياسين عدلي، اللاعب مازال ما غيرش جنسيته الرياضيه ومازال ما قررش وما داش القرار هل باش يختار يلعب مع الجزائر او لا. جمال بالماضي قال لك اذا يكون لاعب متاكد انا انه اختار الجزائر وانه اللاعب تكلم معايا وقال لي اني خلاص باش نلعب للجزائر، قال للصحافه اني نصرح به ونتكلم عليه. اذا اللاعب مازال ما داش قرار تاعو انا قال لك ما نتكلمش عليه وما نهضرش عليه حتى نكملوا الخدمه تاعنا كلها واللاعب يدي القرار تاعو. انا واحد من الناس نتمنى ان شاء الله جمال بالماضي ربي يوفقه في العمل تاعو ويكمل صراحه، يكمل يجيب لنا ريان شرقي وياسين عدلي. بالنسبه لي نشوفهم لاعبين مهمين جدا للمنتخب الجزائري وبالاخص لمستقبل المنتخب الجزائري، لاعبين عندهم مستوى جيد ورائع جدا. والان باش نسمع معنا السؤال تاع مصطفى معزوزي الصحفي اللي تكلم وقال جمال بالماضي انه هناك اشخاص حبوا جمال بالماضي انه يكون مستقر هنا في الجزائر باش يبقى يعس الملاعب الجزائريه وما يبقاش فقط يجي في تربص المنتخب الجزائري. وشوفوا معنا واستمعوا جيدا الرد تاع جمال بالماضي. Qu'avez-vous à répondre justement aux voix qui disent que le sélectionneur national doit être présent en Algérie en permanence et ne pas se contenter que des dates FIFA? Merci, coach. Après, pour ce qui est de ma présence en Algérie, comment on peut être présent On n'a jamais posé la question à aucun autre entraîneur. Il s'avère que c'est qu'à moi. عنده الحق في هذه، انه هذا السؤال الصحفيين الجزائريين عمرهم ما طرحوا هذا السؤال على اي مدرب قبل جمال بالماضي، وعمرهم ما طالبوا مدرب قبل جمال بالماضي انه يبقى هنا في الجزائر وانه يعيش في الجزائر، لانه المدربين الاخرين كانوا اجانب ليسوا جزائريين، جامي لا تكلموا عليهم، جامي لا هضروا عليهم، جامي لا داروا عليهم هذا الفوضى والبلبله كلها اللي رانا نشوفوهم يديروا فيها اليوم على جمال بالماضي. لماذا؟ لأنه جزائري ولأنه مدرب ناجح، وهم الإنسان الناجح ما يحبوش وما يعجبهمش الحال. زائد على ذلك أنه جمال بالماضي نحالهم كل هذيك التصارى ونحالهم الرفاهية اللي كانوا يعيشوها تحت ظل المنتخب الجزائري، انه يدخلوا المركز سيدي موسى ويتنقلوا مع اللاعبين في المطار وفي الطائرات. جمال بالماضي حبس لهم كل هذه الامور، لهذا السبب هم يديروا عليه هذه الحمله، ومن بعد كي ما لقاولوش سبب علاش ما تجيش تعيش في الجزائر. On m'a posé 1000 autres problématiques comme pourquoi tu surveilles pas toutes les pelouses d'Algérie, parce que quand on t'a recruté, j'avais pas vu qu'il y avait un alinéa, on m'avait dit que tu étais jardinier aussi. On m'a dit que tu étais sélectionneur وركز على خدمتك. Donc quand انا جمال بالماضي جاهم من الاخر قال لهم انا نهار اللي سنيت الكونترا ما قالوليش كونترا هذيك باللي فيها تسيني باش تخدم تاني جارديني، ساعنا معناتها حب يقول لهم انا ماني جارديني يا ناس، احشموا على روحكم. انا قالوا لي راك مدرب وطني، انك باش تهتم تستدعي اللاعبين، انك باش تدرب اللاعبين، باش دير التكتيك، باش دير الخطه، لا أكثر ولا أقل. ولكن الصحافة العار راحوا لواحد النيفو واحد المستوى كبير بزاف، يطالبوا أنه المدرب لا يريح هنا في الجزائر. باش علاش؟ باش الأرضية الميدان ما تفسدش وما تكونش فاسدة. على جمال بالماضي باش يبقى عساس عليهم، وراه المدير تاع المركز سيدي موسى، وراهم العمال تاع مركز سيدي موسى. يعني تخيل معايا جمال بالماضي يبقى رافد فاس ويدور، يبقى يدور في استاد، يزرع في استاد، يخدم في استاد، يعمل في استاد، هو اللي يسقي، هو كفاكم من هذا المستوى وحاولوا انكم ترتقيوا. Je viens et qu'on me dit oui, pourquoi tu es surpris quand tu viens? Je suis pas surpris, les gens ne connaissent pas le quotidien. Le quotidien, je vais vous donner par exemple un exemple sur cet aspect du truc qui a pris beaucoup de place dans les plateaux, à la le buzz, les vues, l'audience, l'audimat, c'est tout ça ce qu'on recherche. Ils cherchent pas à avoir une certaine forme d'accalmie, de tranquillité pour travailler comme toutes les équipes nationales qui se respectent. Non, هنا ما عنده ما خلى ما قال. جمال بالماضي قالك انه هذا الناس باينين وواضحين وش راه يحوسوا، يحوسوا على البلبله، يحوسوا على المشاكل، يحوسوا على ليفي، يحوسوا على الارباح، يحوسوا على الاشارات، يحوسوا على الاموال. لهذا السبب هم يهاجموا في جمال بالماضي. قال لك علاش؟ هذا الشيء ما نشوفوش في منتخبات اخرى في دول اخرى غير عندنا احنا في الجزائر.